عيانه جايه لي في العياده بتشتكي من وجع في ايديها من هنا، وفي تنميل في كف الصوابع، ومعاها رسم عصب بيقول ان عندها خنقه في العصب بتاع ايديها. طيب بالراحه كده، تعالج من اي حاجه. عندها سكر. السكر بيعمل التهاب في الاعصاب، احنا عارفين المعلومه دي. طب في وجع في رقبتك؟ قالت لي انا بقالي كتير عندي وجع في رقبتي، ودراعي ساعات بحس انه بينمل. يبقى هنا سبب التنميل بتاع كف الايد له 3 متهمين. اول متهم هو غضروف الرقبه. لما عملت لها فحص الطبي بتاع غضروف الرقبه كل الفحوصات طلعت ايجابيه، ولما طلبت منها اشعه رنين طلع ان عندها غضروفين في رقبتها وغضاريف كبيره. تاني متهم السكر يعمل التهاب في الاعصاب الطرفيه. تالت متهم هو اختناق العصب في مفصل الريست هنا، اللي هي بنعمل لها عمليه تسليك العصب. من ضمن الحاجات اللي بوظت سمعه العمليه دي ان لو العيان زي العيانه اللي بنتكلم عليها دي عملت تسليك العصب بس، خصوصا ان هو كان مخنوق هنا درجه بسيطه مايلد، يعني ابسط درجه خالص، وسيبنا الرقبه وسيبنا السكر، العيان ما بيحسش بفرق كبير. يعني زي ال3 متهمين كده احنا قبضنا على 1 وسيبنا 2، ال2 الباقيين دول هيفضلوا مسببين تنميل، فالعيان ما بيحسش بفرق كبير. فالخلاصه من الفيديو ده، مش كل عيان عنده تنميل في كف ايده يعوز تسليك العصب بتاع الايد، لا، لازم نفحص العين كويس ونتاكد هو التهاب العصب ده جاي منين. لو من السكر يتظبط، سهله دي من غير عمليات ومن غير حاجه. لو من الرقبه او نطمن على الغضاريف وعلى الحبل الشوكي، لو هو غضروف صغير من غير عمليات ومن غير حاجه بيتحسن بالادويه وبجلسات العلاج الطبيعي، ووفرنا على العيان عمليه. الدرجات المتقدمه اللي العيان محتاج فيها عمليه لازم نميز قوي المشكله الاكبر هل هي في الرقبه ولا المشكله الاكبر في الايد، عشان لما نعمل عمليه نتاكد ان العيان يتحسن باذن الله. كل سنه وانتم طيبين. النهارده 16 رمضان، ربنا يتقبل مننا ومنكم يا رب صالح الاعمال. رمضان بيجري بسرعه جدا، افتكروا دايما ان الامل موجود، وسلام عليكم.